والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نجد هنا قسم والضحى والليل إذا سجى. حين يقسم الحق بالضحى والليل إذا سجى أقسم بمتقابلين، ضحوة وليل. والضحوة محل الكدح، كدح العمل والتعب والنصب، والليل مكان السكون والراحة. فكأن الحق يلفتهم إلى قضية وجودية. هذه القضية الوجودية أنكم في أحوالكم العادية تتعبون نهارا في ضحاكم، ويأتي الليل فتحتاجون إلى أن تسكنوا وإلى أن ترتاحوا. إذن فالسكون والراحة من كل أمر مجهد أمر طبيعي، وليس مجيء الليل بعد الضحى معناه أن الضحى لا يأتي، ولكن معناه أنك تهدأ وتسكن لتستقبل ضحى الغد بنشاط، تستقبله بحيوية. فيقول الآية الكونية موجودة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وتجي هنا العبارة المنبئة بجمال الأداء في الأسلوب من الله لمحمد. ما ودعك تجد هنا ضمير محمد ما ودعك، لأن التوديع قد يكون للحبيب، ودعت حبيبك مسافر، ولكن القلى لا يكون إلا لعدو. فلما جاء ولو مع النفي قال ما ودعك ولم يقل وما قلاك، بل وما قلى بس، ما جابش الكاف حتى مع النفي. فكأنه مع التوديع جاء بالضمير معه، ومع القلى لم يأتي بالضمير. فكأنهم يقول يا قوم يا من تقولون إن رب محمد أنتم مخطئون لأنكم لم تلتفتوا إلى مظاهر الكون. مظاهر الكون ضحى فيه عمل، ضحى فيه إجهاد، ليل فيه سكون. ففترة الوحي سكون يهدأ بعده صلى الله عليه وسلم من مشقات ومتاعب الوحي حتى يستأنف نشاطه من جديد. ولذلك هيقول له ولا الآخرة خير لك من الأولى. تفتكروش ان الآخرة هي الدار الآخرة، المرة الآخرة في الوحي خير لك من الأولى، هي التي ستطول وستمتد إلى أن يكمل الله لك هذه الرسالة. وبعد ذلك تجد العجب في هذه السورة أنها جاءت على طريقة العرب بما لم يأتي به العرب. الآية فيها قسم وهو والضحى والليل إذا سجى، ثم فيها 9 آيات. لو رتبت ال9 آيات الثلاثة 1 2 3 وجبت 4 تحت 1 و5 و6 وبعدين جبت 7 تحته، يعني عملتهم 3 الأول وال3 التانيين تحتهم وال3 الأخيرين. في عندي 9 آيات. تجد الآية الأولى بعدها الآية الرابعة بعدها الآية السابعة، وتجد الآية الثانية بعدها الآية الخامسة بعدها الآية الثامنة، وبعدين تجد الآية الثالثة بعدها الآية السادسة بعدها الآية التاسعة. ويعملها كل واحد يأتي كده بورقة ويكتب ال3 آيات كده وال3 آيات التانيين تحتهم وال3 آيات الأخيرين بعدهم. تجد أنها حكم في ال3 آيات الأولى أحكام صادرة، والآيات ال3 الثانية دليل، والآيات ال3 الثالثة مطلوبات. إذن فالسورة فيها 9 آيات. مش هو؟ نعم. والضحى والليل إذا سجى قسم ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي كلها وعد من الله. فإذا جئت للآية الأولى ما ودعك ربك وما قلى، تأتي الآية الرابعة تقول إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى. يبقى كيف يقلوك وكيف يودعك وهو وجدك يتيما قبل أن تكون له حاجة عندك في أن تكون رسول. إذا كنت يتيم وما ودعكش القلم، فكيف إذا أرسلك رسول؟ يبقى يقلوك. وما دام الله قد صنع معك ذلك ما ودعك وما قلاك بدليل أنه وجدك يتيما فآواك، أما اليتيم فلا تقهر. تبقى إذن ال3 آيات آيات مطلوب، وعد ودليل ومطلوب. تمسك الآيات اللي بعدها تجدها بهذا الشكل أيضا.
إذا اقرأ السورة على أنها قسم وتسع آيات. الثلاث آيات الأولى عبارة عن وعد من الله وإخبار. الآيات الثلاثة الثانية إنما هي أدلة على كذبهم. الآيات الثلاثة مطلوبات لهذه الأشياء. أظن لا نحتاج إلى تعليق، وإنما نقدم خالص الشكر، ولا تكفي كلمات الشكر، ولذلك ما نطولش فيها. ولا يبقى إلا الرجاء والأمل في لقاء جديد وآخر إن شاء الله مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية. نشكركم ونشكر فضيلة أستاذنا الجليل، ونرجو أن نلتقي معكم أيها الإخوة دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.